السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو سهل كده وخفيف وحاجة الناس كلها بتحبها. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا وافلز تكون خفيفة جدا ومقرمشة قوي من بره وطرية من جوه وبدون مكنة وافل، يعني اي حد يقدر يعملها بكل سهولة. بس بداية كده، انا اسمي صفاء مرتضى. لو اول مرة تشوفيني وعجبك الفيديو تقدري تعملي اشتراك او اعجاب على حسب ما بتشوفيني منين، وتقدري كمان تعملي مشاركة للفيديو على صفحتك عشان تقدري بعد كده في اي وقت ترجعي له، ويبقى مرجع عندك وقت ما تكوني عايزة تعملي وافل. واحب اشكر كل حبايبي اللي عملوا مشاركة للفيديو، متشكرة جدا جدا. نبدأ بقى بسم الله ونصلي على النبي كده في التعليقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية كده أول حاجة نعملها هنجيب الصينية بتاعة الوافل دي، بتتباع عند مستلزمات اللي هي بتاعة المطبخ، يعني سيليكون. هنجيبها كده اهو وندهنها بمادة دهنية. هتدهنيها بقى بزيت، هتدهنيها بسمنة، هتديها كده رشة مثلا دقيق زي ما انتي عايزة. المادة الدهنية دي بتدهنيها زي ما انتي عايزة، بس هنا في ملحوظة ان انتي ما تكتريش عشان الوافل ما يتحرقش منك. احنا بس بندهن الصينية عشان لما نيجي نطلعها الوافل من الصينية ما فيش اي حاجة تلزق، احتياطي يعني بمعنى اصح. تمام، هندهنها كده ونركنها على جنب. هندخل على المقادير على طول. اكتبي ورايا المقادير دي وخليكي واثقة من كلامي. اول حاجة هنا معانا كوباية من الدقيق، معلقة ونص من السكر، بيضة، كيس من الفانيليا، ونص كوباية من المية، وربع كوباية من الحليب. لو عايزة تحطي 3/4 مية وتحطي معلقتين لبن بودرة اوكي، لو عايزة تحطي 3/4 كله مية برضو اوكي. ومعانا كمان ربع كوباية من الزيت ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هنحط المقادير الجافة على بعض. حطينا الدقيق وعليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعليه ذرة من الملح، وعليه معلقة ونص من السكر. تمام، حطينا المقادير الجافة كلها على بعض. هنقلب كل المقادير دي مع بعضها. انا هنا حطيت معلقتين من اللبن البودرة. لو مش حابة تحطي لبن بودرة وحابة تعمليها بالمية بس براحتك، ممكن تعمليها كده، لكن انا حطيت لبن البودرة عشان اعزز الطعم بتاعها. هنا هنحط المية 3/4 كوباية مية، وبيضة، وطبعا بعد البيضة على طول بنحط الفانيليا. وحطينا كمان الزيت اللي هو ربع كوباية من الزيت. الفانيليا بتاعتنا اهي. هنقلب كل المكونات مع بعضها، هنضرب فيها كويس. احنا طبعا متفقين ان نوعية الدقيق بتختلف عن بعضها، فانتي وبتقلبي عينك ميزان، زي ما بيقولوا عينك ميزان. يعني ايه عينك ميزان؟ يعني احنا عايزين الخليط يبقى ولا هو زي خليط الكيكة ولا هو زي خليط الكريب، يبقى وسط. يعني الخليط بتاع الكريب بتحسيه خفيف وخليط الكيكة يبقى تقيل شوية، لا احنا عايزينه وسط. لو لقيتي ان العجينة معاكي تقيلة هتزوديها شوية مية، بحيث ان انتي لما تيجي ترفعي العجينة كده تعمل علامة وتختفي في ساعتها، يعني ما يبقاش ليها اي اثر، يعني يبقى ليها اثر خفيف كده. اول ما تنزل بصوا انا برفع كده المضرب وبتنزل منه نقط كده تعمل اثر خفيف وتختفي على طول. تمام، نيجي بقى هنا للفرن. ناس كتير بتبوظ معاها حاجات بسبب الفرن. هنشغل الفرن على اعلى درجة حرارة. تمام، وهقول لكم دلوقتي احنا هنعمل فيها ايه. انا من الناس اللي كانت بتبوظ مني حاجات في اول جوازي بسبب الفرن، وما كنتش اعرف ان الفرن هي سبب كبير في ان الحاجة ممكن تبوظ منك. لازم درجة الحرارة تكون مظبوطة. جبنا هنا القالب السيليكون بتاعنا وحطينا له الوافل. لما تيجي تحطي الوافل هتحطي لحد ما
في كده حاجات بارزة في الصينية بتاعة الوافل، تختفي على خفيف، ما تزوديش كتير عشان هو بيعلى بعد كده وممكن بعد كده يطلع منك برا القالب. فانتي هتحطي لحد ما الحاجات البارزة المربعة دي تختفي على خفيف، مش تختفي خالص يعني. هنديها كده خبطتين على الرخامة ونروح على الفرن. تعالوا بقى هقولكوا التركية اللي هي بتاعة الفرن. هنا هننزل درجة الحرارة على 180 بعد ما كانت درجة الحرارة على اعلى درجة. لو ما عندكيش درجات حرارة في الفرن بتاعتك عادية يعني، بتعمليه على اعلى درجة وبعد كده بتنزليه على النص. الوافل اهو طلع معانا كده، هنقلبه عشان نطلعه بعد كده ونزينه بقى زي ما احنا عايزين بالصوصات اللي احنا عايزينها. جبنا هنا طبق، شايفين الوافل طالع جميل ازاي ومقرمش. بصوا بقى، انتوا ممكن بعد ما تطلعيه تحطيه تحت الشواية، بس ولادي كانوا حابين ان هما الوش بتاعه ما يبقاش متحمر قوي، خليت 2 متحمرين والباقي مش متحمر عشان هما عايزين كده. اما انتي طبعا عشان دي مش مكنة وافل ممكن تحطيه تحت الشواية. الصوص ده على حسب ما انتي عايزة. انا هنا عملت صوص الشوكولاتة، وصوص الشوكولاتة ده انا عملته اكتر من مرة معاكم هنا في فيديوهات قديمة يعني. لو حابين ان انا اعمله معاكم تاني قولولي. وعملت كمان صوص الشوكولاتة البيضة وزوقته كده بصوص الشوكولاتة البني وصوص الشوكولاتة البيضة. بعمله بكمية واحطه في التلاجة عشان وقت ما اكون عايزة اطلعه. هنا في اللحظة دي ولادي قالولي لا احنا عايزين كمان عليها نوتيلا، فرحت حطت لهم كمان نوتيلا على الوش بتاعها. النوتيلا بردك انا عاملاها هنا في فيديو، تقدري ان انتي ترجعي لها. والشوكليت شيبس ده الصراحة انا جايباه من بره، بس ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنعمله مع بعض سوا. حطيت كده اهو زينته بالشوكليت شيبس، وجيت هنا بقى اللي هم انا حمرتهم تحت الكام قطعة دول، انا حمرتهم تحت الشواية. بصوا شايفين الطعامة والجمال. حطيت هنا عليها فرماسيلا، حطيت شوكولاتة بيضة والشوكولاتة اللي هي السودا دي، وحطيت عليها كمان فرماسيلا. عايزة اقول لكم من كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي مش جايبة من بره، مش جايبين من بره غير الشوكليت شيبس والفرماسيلا. اما الصوصات كلها معمولة في البيت، الوافل معمول في البيت، كل حاجة معمولة على ايدينا. تقدري تعملي وتبسطي ولادك بكل حاجة. شايفين؟ والطعم مش قادرة اقول لكم هو تحفة قد ايه، والريحة وهم وتحفة جدا. واكيد طبعا الحاجة اللي بتتعمل في البيت احسن كتير من اللي بتيجي من بره. اتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم واكون قدرت اوصل المعلومة بشكل صحيح. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الوصفة تحت الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. يلا بقى جربوا الوصفة وقولولي ايه رأيكم، بجد هي تحفة. وما تنسوش كمان ان انتوا تصلوا على النبي في التعليقات وتدعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بقى باي باي.